استاذتنا وحبيبتنا الاستاذه ياسمين عز المثيره للجدل، مثيره للجدل اكتر من الاستاذه الهام شاهين وناديه الجندي. والله كنت شرفتينا من يومين في برنامج العظيم اللي ربنا يدخله من اوسع ابواب جناته الاستاذ رامز جلال. بنشكره من كل قلبنا، من كل قلبنا، وبندعي له بعدد شعر راسنا ورجلينا. ربنا يكرمه على اللي هو عمله فيكي. وكان عندي بعض التعليقات نروح نشوفها مع بعض، مش هاخد من وقتك باذن الله يعني غير 3-4 دقايق. طبعا كلنا فاهمين اللزقه اللي في شعر حضرتك دي جايه منين، وفاهمين معناه. غدرتي بيا يا ياسمين، غدرتي بيا انا ورجال مصر الشرفاء. انا كنت متراهن مع مراتي، قلت لها قولوا اللي تقولوه على البت، انما البت شعرها حلو، ايه الغيره والحقد اللي جواكوا ده؟ مراتي ردت عليا رد وقالت لي ما انت راجل لازم تقول كده، اصل الحاجات دي انتوا ما بتفهموش فيها. خليتي اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم طبعا الكلام ده مش لمراتي، مراتي على عيني وعلى راسي، انا يعني بتكلم يعني عموما. خليتي الناس تشمت فينا ليه؟ عشان ملزقنا شعرك. ما اعملي كات بوي ولا بوي كات، اعمليه مارينز، فضي الجناب وقولي له يدرج لك. ليه تعملي كده؟ ليه؟ وطالعه بس عماله تقولي الراجل والست والشعر والقن والقنه. هل هذه هي النهايه يا ياسمين؟ تعملي فينا كده؟ شميتي فينا العادي؟ ايوه نجيب اللقطه دي مهمه جدا. الضيف كان بيسال حضرتك بكل لذاذه، بيقول لك انت عامله عمليات تجميل ولا لا، وصورك بتاعت زمان وكده، فانت رحتي موريه له البضاعه على طول. والله رحتي على طول موريه له، فرداله الدراع، بسم الله ما شاء الله، عملت له اعلان ريكسونا وقلت له اتفرج يابا احنا ناس بيض وزي الفل. مالك يا سمونه؟ يا سمونه لايف از نوت لايك ذات. ما ينفعش كل واحد يشكك في حاجه فينا فنوريها له. واخده بالي؟ يعني انا مثلا الناس بتقول لي ايه انت تخين، ما ينفعش لا مؤاخذه في الكلمه اروح مشلح لهم واقول لهم لا انا ممشوك القوام. واخده بالك معايا؟ فهكذا برضو. وايه مالي وعماله بتمسحي وبتاع وبص انا بيضه ومش بيضه. يا سمونه التفتيح ما سابش حاجه لحد. مالك في ايه؟ كبريش الموضوع، عادي كلنا بنطور من نفسنا يا ماما. يعني مفيش اي مشاكل لو انت كنتي غامقه او انت كنتي فاتحه او ايا كان لونك، عادي. انت مش باليتة الوان. لو حد قال لك انت كنتي غامقه شويه زمان ولا بشرتك لونها غامق، ما تفرديش دراعك قوي كده وتقولوا له لا بص ده انا حلوه وبيضه وملبسه. يا سمونه يا بت. عندي بقى هنا عتاب عليكي. بتحلفي رامز يا وليه يا مؤمنه، بتقولوا لي وحياه الفرعون الكبير اخوك. ده ايه الحلفان الغريب ده؟ انت في ايه يا بنتي؟ انت بتعملي الديرما رول، بتعملي الديرما رول. ايه اللي ايه ياما اللي بتعمليه ده ياما؟ انا اسمع عن والنبي وحياه عيالك وحياه امك، انما وحياه الفرعون ووحياه الفرعون الكبير في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ انت جايه من سوق عكاظ؟ ارحميني يا امي. وما شفتش حد بيخاف بالاسلوب ده الصراحه. ما زعليش مني بقى، زعليش. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انا اسمع لا بتاع، انما لا يا سمونه نظبط نفسنا ان شاء الله ما يجددوش معاكي العقد وما نشوفكيش ثانيه على اي قناه، بس نظبط نفسنا يا سمونه. ها